السلام عليكم. في نهاية السبعينات وأوائل الثمانينات بدأت السينما الهندية تنتشر بشكل كبير في بعض دول العالم. البداية كانت في بعض الدول الإفريقية، والموضوع اتطور وبدأت أفلام بوليوود تغزو دول شمال أفريقيا، واللي مصر طبعا من ضمنها. تأثر مصر بالسينما الهندية ما وقفش عند حد عرض الأفلام الهندي في السينمات، لكنه أثر في الصناعة نفسها. وطبعا انت عارف يا صديقي، ومش محتاج اقولك الافلام الهندي واللي بيحصل فيها. تلاقي واحد داخل يتخانق بتمساح، واحدة بتتلف على ستارة وبتخنقها، اتنين متجوزين بقالهم 20 سنة فبيكتشفوا انهم اخوات وولاد خالة في نفس الوقت. مش محتاجة حاجة يعني. واحد يقول لي ايوه، يعني انت عايز ايه بالظبط؟ هقول لك عايزك تظبط كده فنجان قهوة رايق وتعمل لايك وسبسكرايب وتعالى ندردش في الموضوع ده. بص يا سيدي، في بداية الثمانينات السينما المصرية كانت خارجة من فترة جفاف فني، وعشان الصورة تكون أوضح ممكن نقسم فترة الثمانينات لنوعين من الصناعة. أول نوع هو السينما الواقعية اللي قدمت أفلام ذات جودة عالية، وكان من روادها عاطف الطيب ومحمد خان وداود عبد السيد وخير بشارة والشلة دي. أما بقى النوع التاني هي السينما التجارية، ودي اللي أهم حاجة إنها تبيع من الآخر، علشان كده هتلاقي فيها كل جديد ومفتكس. وده بقى النوع اللي اتأثر بالسينما الهندية. وعشان اديك مثال عملي يا صديقي، النهارده هنحلل مع بعض اعبث نهاية فيلم في تاريخ السينما المصرية، وتعالى اقول لك الموضوع جه ازاي. انا واخويا كنا سهرانين في مرة وقدامنا اللب والسوداني وعصير المانجا والليلة جميلة، واذ فجأة واحنا بنقلب في التلفزيون بيقع قدامنا فيلم سلام يا صاحبي. وطبعا انتوا عارفين ان الفيلم ده بالذات يعتبر من الكلاسيكيات اللي ممكن تتفرج عليه في كل مرة عادي من غير ما تمل. ده غير انه كان رمز الوفاء والشهامة والجدعنة عند جيلنا لما كنا صغيرين، وجملة صاحب دراعي وعم قرشي اللي كانت بتخليك تشتغل في الأجازة علشان تجيب لتر البيبسي لأهلك وانت مروح. طبعا احنا كلنا عارفين ان الفيلم مقتبس عن الفيلم الفرنسي الإيطالي بورسالينو، والمعلومة دي اتقالت كتير، بس مش دي المشكلة. صناع الفيلم ما ذكروش بقى النقطة دي، وقاموا كتبوا على التتر ان القصة والسيناريو والحوار لصلاح فؤاد، بس هنعديها برضه. هتدخل بقى على الفيلم هتلاقي الجماعة بيبيعوا البطيخ الصيفي وهم لابسين شتوي، وهتلاقي الكينج بدون أي مبرر بيحتضن مرزوق وبركات ويشغلهم معاه، وكأنهم تقريبا كانوا ماسكين عليه سيديهات. ده غير مرزوق اللي قدر يتعافى من الإدمان لما باراكوتا كان بيحضنه كل يوم. كل ده عادي وهنعديه، لكن اللي مش عادي بقى هي النهاية. دي بقى فعلا اللي تحسها هربانة من فيلم هندي متكلف. وبصراحة لما كنت بتفرج جيت عند المشهد ده وما قدرتش أمسك نفسي، وقررت إني أعمل حلقة علشان نحلل مع بعض المشهد العبقري ده. جاهز؟ يلا بينا. المشهد يعتبر بيبدأ من قتل باراكوتا لما رجالة الكينج صفوه في فرحه بعد ما ضربوه بالمتعدد تقريبا، بس في الآخر مات بكيس كاتشب. المهم بعدها بياخدوا باراكوتا على المستشفى وبيدخلوه العناية المركزة. وهنا السؤال، هو مش المفروض طالما عايش يبقى العملية نجحت وخرجوا الرصاصة من جسمه، ولا هم سابوها له تذكار عشان يموت بيها، ولا ايه بالظبط؟ ما علينا، هم كلفوا نفسهم وودوه المستشفى علشان يقول الجملة دي. دم في رقبتك يا صاحبي. بعدها الجهاز يصفر وباراكوتا تعيش انت. وهنا مرزوق اللي بالمناسبة كان واخد طلقة في دراعه بيقرر ينتقم وبإيد واحدة. طب استنى لما دراعك يخف تبقى مبلوعة شوية. الزمن عندها بايظ خالص. فخوليو بيحاول يساعده، طب خده معاك، طيب انت داخل على معجنة. ولو بيبتدي زوكا ينفذ الخطة وبيبدأ من تحت لفوق، فبيخش على مشرقي في الخمارة. وهنا مشرقي أول ما بيشوف مرزوق بيقول له الراجل ده عبيط جدا. وبيخاف منه ويرجع بظهره. طب انا راضي ذمتك، ايه اللي يخوف في واحد دخل عليا ورابط دراعه؟ طب يا سيدي هو خاف وخلاص، طب اجري كده ولا كده، امسك اي كرسي من دول وهبده بيه طرشق له نافوخه. ابدا، ده انا هفضل ارجع بظهري لحد ما اقف تحت برميل الكحول. طب يا عم ما تجري في اي اتجاه، هو انت شغال على GPS؟ يا لهوي يا لهوي. المهم زوكا بيفتح حنفية البرميل عليه، ومشرق واقف تحسه بياخد دش مستمتع كده بالدنيا. بعدها زوكا بيولع سيجارة، ومشرق واقف كل ده مستني يولع له واحدة معاه. ما هو معلش انت مش هتشرب لوحدك يعني. مفيش فايدة. المهم مرزوق بيولع فيه وبيقف يتفرج عليه شوية وبيسيبه. بس عايز اقولك يا صديقي ان ده يعتبر المشهد الوحيد في الخطة اللي ممكن تشم فيه ريحة المنطقية. انت بتتكلم جد؟ انما اللي جاي بقى هو الدسم كله. زوكا بعد ما بيخلص على مشرقي بيروح يعدي على البلقسي والباشا حسان في العوامة. وهنا طبعا وهو بيدخل تقريبا بينه وبين حسان بتاع متر كده، بس هو مش بيحس بيه، كان أطرش تقريبا. بعدها بيخنق حسان بخرطوم الشيشة. ماشي. وسبحان الله برضه، شوف يا أخي الصدف، بيلاقي جنبه سلاح على الكنبة فبيمسكه وبيفرغه في الاتنين. وهنا بقى في حدث خارق للطبيعة حصل. زمان لما كنت في الجيش وساعة ما دخلنا نضرب نار علمونا ان السلاح ليه ماسكة معينة علشان تتفادى رد فعل السلاح. انما هنا بقى زوكا تحدى كل قواعد المنطق ومسك السلاح بإيد واحدة من غير حتى ما يتهز،
وانت رايح فين يا عم انت كمان؟ انت مضروب بالرصاص مش محروق بالنار. طبعا زوكا خلص على الاتنين وضرب له بتاع 3 4 خزن ولا كأنه في حنة بلدي، وخرج من العوامة بكل هدوء وسكينة. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ علشان بعدها بقى يروح على الراجل التاني في العصابة ومساعد الكينج اللي كان قاعد هو والمدام بيسمعوا عبد الحليم وبيأكلوا بعض موز. يا سلام على الروقان. مرزوق بقى بيرن الجرس فالمدام بتفتح له وبيقوم ساحبها لبره وهي تحسها ما صدقت فبتخرج على طول. فمرزوق بيسحب حبل الستارة وأمين بيتفاجئ بيه قدامه فالكاس بيقع منه وبيفضل يقول مرزوق بتاع 10 مرات ورا بعض تحسه بيسمع. ومرزوق ما شاء الله بيلف الحبل بإيديه الاتنين ولا كأنه مضروب في دراعه بمسدس خرز. المهم أمين بيتسمر قصاد مرزوق وهو مرعوب، وأنا لحد دلوقتي مش فاهم برضو إيه المرعب في واحد رابط إيده. صدقني انا لو اعرف اقول لك، انا ذات نفسي مش عارف. ما علينا، كله كوم واللي جاي بقى كوم تاني. هنا أمين بقى مش يجري مثلا على باب الشقة ويهرب، يعني ده واحد رابط إيده. طب يا سيدي اضربه في إيده المصابة وانفد بجلدك. عصابة إيه انتوا بس يا راجل؟ ده لو عصابة في KG2 كان هيبقى عندها رد فعل أكتر من كده. المهم أمين بيسلم راسه المرزوق وكأنه استسلم لمصيره المحتوم، فزوكا بيلف الحبل على رقبته وبيسحبه والكادر بيقفل على كده. علشان في الشوط اللي بعده مرزوق بيخرج من الباب وبتدخل المدام وبتشوف جوزها متعلق مكان المروحة. طبعا هنا زوكا تحدى باكج قوانين كده مع بعضه، قوانين فسيولوجية على قانون الجاذبية على قوانين العقل والمنطق، ضرب كل دول في الخلاط فطلع لنا المشهد ده. زوكا بقى بعد ما خلص على كل دول بيوصل لليفل الوحش الكينج. ومشهد الكينج ده بقى حكايته حكاية وممكن يتعمل عليه حلقة لوحده. أكتر مشهد استفز الجمهور في تاريخ الفن المصري من غير مبالغة. زوكا بيوصل للفيلا بتاعت الكينج فبالصدفة كده بيلاقي لودر قدامه، بس مش ده الغريب. الغريب هنا هو شغل اللودر ازاي؟ قرا عليه طلاسم مثلا، بصله فخاف منه فاشتغل، ما تعرفش. المهم الكينج بيحس بالصوت فبيخرج هو ورجالته ويشوفوا فيه ايه. طب ما تبعتهم هم يا عم، انت الكينج بتخرج معاهم ليه؟ المهم بيخرجوا فبيلاقوا مرزوق داخل عليهم باللودر والكينج خرج معاهم جدعانه كده. رجوله يا كينج، خارج تضحي بنفسك علشان رجالتك. المهم مرزوق بيرفع الدلو بتاع اللودر فقوم ايه بقى العصابه تضرب الدلو بالرصاص. ده انا ايدي تتقطع ولا نشن عليك يا ريس. انا في حياتي ما شفت عصابه متخلفه بالشكل ده. يا ابني انت بتضرب الحديد بالرصاص؟ ابنك مجنون يا حاج. المهم اول صف بعد ما مسدساتهم خلصت الحديد، الصف التاني بيروح ياخد دوره وبيستنوا زمايلهم لما يخلصوا شفت الغباء بتاعهم. فاول اتنين بيقرروا بقى يطلعوا يجيبوه من الكابينه، بس هيطلعوا منين بقى؟ اكيد مش من الباب يعني، انت بتسأل اسئله غير منطقيه. هيطلعوا على الدلو نفسه. فبيقوم حادف واحد على شجره وحادف التاني على المفروض انه ازاز يعني. فالاتنين التانيين شافوا اللي حصل لزمايلهم، يبقى خلاص نلف ونجيبه من الباب بقى. لا هنطلع على الدلو برضه. فبيمرجعهم بعد كده بيفسحهم زي زمايلهم. بس الغريب هنا ان حركه اللودر اصلا بطيئه، فمنين بيجيب قوه الدفع اللي بتخليه يحدفهم المسافات دي؟ اعتقد لو نيوتن او اينشتاين كانوا عايشين واتفرجوا على المشهد ده كانوا هيقوموا وقت يقطعوا كل دراساتهم وابحاثهم ويسرحوا بدورة مشوي على ضفاف نهر السين. المهم مرزوق بعد ما بيخلص من رجاله الكينج، وده مش عشان هو جامد قد ما هم اغبياء ومتخلفين، بس انا هعيب عليهم ليه اذا كان الكينج بتاعهم نفسه واقف وما اتحركش من مكانه؟ يا ابني حرام عليك والله هتموتني ناقص عمر. مش يهرب مثلا او ياخد رد فعل؟ ما انت يا ابراهيم انت جاي تندهش هنا ولا ايه؟ لا، ده افتكر انه يهرب بعد ما اتفاجئ ان مرزوق بيجري وراه باللودر، وكأن مرزوق جاي يزور خالته مش جاي ينتقم منه ولا حاجه. ما علينا. المهم بيهرب من اللودر وبيفضل يجري كده في ممر طويل مليان فتحات يمين وشمال علشان يجي السؤال اللي مصر كلها سألته: هو ليه ما دخلش في اي فتحه من دول؟ وازاي تفصيله زي كده تعدي على المخرج وصناع العمل؟ ولا هو الكينج ده غبي زي رجالته ولا ايه بالظبط؟ محدش فاهم اي حاجه. المهم مرزوق بياخد حق صاحبه من الكينج وتوته توته فرغت الحدوته. وبس يا سيدي، دي كانت حاجه لايت كده بعيد عن جو النقد والتحليل المعتاد. لو عايزين حلقات من دي تاني اكتبوا لي تحت في الكومنتس، وما تنساش اللايك والسبسكرايب لان ده بيشجعني اني استمر، وتتفرج على الحلقات اللي فاتت واوعدك انك هتتبسط. اشوفك على خير يا صديقي، سلام.